أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. الجزائري يتوقع خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب أمريكا في كأس العالم تشيلي 2025 وخروجهم من ربع نهائي كأس العالم في تشيلي. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم التفاصيل، عطروا فمكم بذكر الله وصلوا وسلموا على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ظهر محلل من قنوات جزائرية وعلى رأسهم بوحنيكا هذا رضوان الذي قيل بأنه أحد الأشخاص الذي يقوم بتحليل مباريات ويعطي رأيه في هذا الصدد، حيث تداول نشطاء على منصة الإكس والفيسبوك هذا الفيديو يظهر فيه رضوان بوحنيكا وهو يقول: أتمنى وأتوقع خسارة المنتخب المغربي أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية منتخب قوي والمغرب الحظ فقط الذي جعله يصل إلى هذه المرحلة، حيث فاز المنتخب المغربي على إسبانيا وعلى البرازيل وتعادل مع المكسيك، وفاز أيضا على كوريا الجنوبية ب2-1 وتأهل رسميا ليلاقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. يعد المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات المشاركة في كأس العالم شيلي، والإعلام الجزائري دائما يتمنى ويريد ويتوقع خسارة المنتخب المغربي، لأن كل فوز في المغرب يعد انتكاسة في الجزائر.